سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في برنامج متابعة. التحق اليوم طلاب الجزائر بمقاعد الدراسة لحساب السنة الجامعية 2024-2025 موزعين على أزيد من 115 مؤسسة جامعية على وقع إصلاحات وترتيبات بيداغوجية جديدة تتماشى مع الأهداف المسطرة وتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل الرقي بمستوى الطالب الجامعي وتوفير كل الشروط اللازمة ولوثبة الجامعة الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي. مشاهدينا الكرام، للحديث في هذا الموضوع أتشرف باستضافة الأستاذ عبد الجبار داودي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة. العفو. وتشرف أيضا مشاهدينا الكرام باستضافة الأستاذ خالد رواسكي، مدير جامعة الجزائر 3. مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. طيب، البداية معك أستاذ عبد الجبار داودي، كيف كان أول يوم للدخول الجامعي؟ شكرا أستاذ مالك. إذن اليوم كان الدخول الرسمي، وكانت فيه صبيحة اليوم بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني مراسيم الحفل الرسمي لانطلاق الموسم الجامعي، وكان بدرس افتتاحي ألقاه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور كمال البداري على مسامع أكثر من 1400 طالب للمدارس أو للقطب العلمي التكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادا بسيدي عبد الله. اليوم الافتتاح جاء بعد فرحة مكونات الأسرة الجامعية بتهنئتي ورسائل الشكر وجميل التشكرات السيد رئيس الجمهورية. صحيح. للإيرادات الخيرة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التي عملت على رقيه دوليا وكذلك جهويا. إذن عشية هذا المجلس الوزراء جاءت هذه الرسالة الشكر من السيد الرئيس بمثابة تحفيز ورسالة تشجيع لمختلف مكونات الأسرة الجامعية. داعم نفسي قوي. بالفعل. وأمر آخر هو شيء ليعلم الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أنه منذ شهر سبتمبر السنة الماضية 2023 كان فيه مجلس الوزراء بالضبط 23 سبتمبر السنة الماضية، وأن السيد الرئيس أسدى تعليمات بإنشاء مدرسة وطنية للأمن السيبراني. ونحن بعد مرور السنة بالضبط الافتتاح السنة الجامعية بالمدرسة التي أوصى أن تكون وأن تنشأ. إذن هذا يعكس فعالية ونجاعة القرارات المتخذة على سرعة التنفيذ على مستوى الهرم. اليوم المدرسة الوطنية للأمن السيبراني راح تكون هي الحصن والجدار الرقمي الواقي للمنظومة المعلوماتية الرقمية للبلد، كون هؤلاء المتخرجين وهي الدفعة الأولى، واللي عدد الدفعة الأولى هم 220 طالب. وأخي عبد المالك، يكون في علمك أنه هذا 220 طالب كلهم مما تحصلوا على شهادة البكالوريوس بتقدير ممتاز، أي أنه معدلات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني تجاوزت 18 من 20. نخبة الطلبة. النخبة، خاصة أنه اليوم أو نقول صفوة الطلبة. بالفعل، لأنه القطب العلمي التكنولوجي هو قطب الامتياز، لأنه سواء المدرسة الطلبة للمدرسة الوطنية للأمن السيبراني أو المدارس الأربعة، لأنه فيه 5 مدارس في القطب العلمي التكنولوجي، كلهم أصحاب معدلات مرتفعة جدا وأصحاب امتياز. في هذا القطب هل كلهم طلبة جزائريين أم هناك طلبة أجانب؟ فيه لأول مرة في السنة الرابعة فيه طلبة أجانب يدخلون ضمن إطار ما يسمى بالماستر الدولي في الرياضيات، لأنه المدرسة الوطنية العليا للرياضيات استحدثت الماستر الدولي، تم فتح باب الترشح لجميع الطلبة الدوليين، وكانت فيه أكثر من 65 جنسية للطلبة ترشحوا لنيل مقاعد ومتابعة الدراسة بالمدرسة الوطنية العليا للرياضيات. محظوظون هم الذين تم اختيارهم من لجنة الانتقاء. هذا الماستر الدولي مناصفة بين المدرسة الوطنية العليا للرياضيات وكلية الرياضيات، وهي كلية شهيرة ومشهورة عالميا في كلية الرياضيات في إيطاليا بتريست بالضبط. هذا مش فقط فيه اليوم التحاق طلبة دوليين خاصة من جنسيات مختلفة، مش فقط جنسيات إفريقية أو عربية أو آسيوية، حتى من جنسيات أوروبية. راح زيادة على هذا فيه تنقل لمجموعة من الأساتذة أوروبيين راح يقوموا بإلقاء محاضرات ودروس بالمدرسة الوطنية للرياضيات،
والشيء الذي لم يكن في السابق متاحا. نعم. وهو هذا يعكس قوة منظومة التعليم العالي وكذلك كفاءة وجودة التعليم العالي. وبالحديث عن الكفاءة يجب أن نتحدث عن نقطة قوة الجامعة الجزائرية اليوم اللي تكمن في أساتذة وباحثين. مجموعة من الأساتذة المنتمين للمدرسة الوطنية للرياضيات هم كذلك سوف يتنقلون لمدة 15 سنعود إلى رهانات الأساتذة الباحثين وأساتذة أو بدرجة البروفيسور. أستاذ خالد، دخول الجامعي كان متميز، سبقه تهنئة رئيس تبون، كان دعما معنويا وتحفيز نفسي قوي لكم، وأيضا الافتتاح كان من المدرسة العليا للأمن السيبراني خلال سنة تم التسديد والتنفيذ، واليوم الافتتاح. ماذا عن جامعة الجزائر 3؟ ما هو الجديد اليوم؟ شكرا اولا على الاستضافه. العفو، مرحبا. كما قال السيد زميلي المستشار السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم حضرنا الافتتاح الرسمي على مستوى المدرسه العليا للامن السيبراني بالمدينه التكنولوجيا القطب التكنولوجي سيدي عبد الله. كان افتتاح متميز جد ناجح. على غير الافتتاح الرسمي كذلك تم البث المباشر على مستوى جامعة الجزائر 3 بحضور كل أسرة الجامعية من أساتذة ومن رؤساء المخابر من طلبة أعزاء من شركاء اجتماعيين على مستوى جامعة الجزائر 3. كان افتتاح كذلك رسمي على مستوى جامعة الجزائر 3. حضرت الأسرة الجامعية لجامعة الجزائر 3 للدرس الافتتاحي للسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي تحدث فيه عن الخطوط العريضة لجامعة الممكن، والتي لخصها في نقطة ومفهوم أساسي أنها جامعة سوف تهتم بالأمور الغير منجزة. معناها هو قال أنها جامعة الممكن هي ضد الجامع المستحيل، وهذا هو الذي رسم السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمته الأساسية 4 محاور أساسية فيما يخص الاستراتيجية الإصلاحية الشاملة تعكف عليها وزارة التعليم العالي في الخطة، يعني في بداية من هذا الدخول الجامعي. الدخول الجامعي الحالي كان مبني على إنجازات يعني جد قيمة قامت بها الوزارة الوصية على مستوى 115 جامعة على مستوى الوطن. ربما أهم نقطة اكتسبت تم تقريبا تحقيقها بنسبة 100% هي رقمنة القطاع بكل مكوناته البيداغوجية والإدارية والخدماتية بمختلف المنصات، وهو إنجاز كبير جدا. صحيح. ربما فاق حتى القطاعات الخدماتية والتكنولوجية بكثير، وهذا يعني ميزة جد إيجابية للقطاع. هذا الإنجاز سوف نبني عليه إن شاء الله الإنجازات القادمة خاصة على مستوى جامعة الجزائر 3. فيما يخص ربما بعد ندخل بالتفصيل. نعم. سنعود إلى بالنقاط الأساسية التي ترتكز عليها جامعة الجزائر 3 تطبيقا للسياسة الإصلاحية للقطاع وتماشيا مع المحاور ال4 التي تكلم عليها السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. سنعود إليها بالتفاصيل. أستاذ عبد الجبار داودي، الوزارة ربما الآن تتحدى نفسها في تحدي لنفسها. خلال سنة استطاعت أن تنجز المدرسة العليا للأمن السيبراني ويتم الافتتاح اليوم. أيضا هناك تحدي آخر وهي ربط الجامعة الجزائرية بمحيطها الاقتصادي. ما هي الخطة من أجل تسديد هذا المبتغى، وهو مبتغى أيضا لرئيس الجمهورية؟ بالفعل اليوم لا يمكن الحديث عن جامعة عصرية، جامعة منفتحة، ونحن في ظل هذه الرؤية الجديدة والتصور الجديد، خاصة وأنه العهدة السابقة ما كانت من أن تكون الجامعة قاطرة للتنمية والإبداع، والعنوان العريض لهذه العهدة بما أنها راح تكون عهدة اقتصادية بامتياز راح تكون سوف يتم تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة الجزائرية. تعزيز الدور الاقتصادي سواء من خلال تعزيز أو تثمين البحوث العلمية، خاصة اليوم نهج جديد اتخذته مختلف مخابر ومراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال ترجمة هذه البحوث إلى منتجات قبل ما تكون منتجات إلى نماذج قابلة للتصنيع والتسويق. ربما سوف نمر إلى أبعد من ذلك، وسقف الطموحات هو عالي جدا. تطمح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خلق في بعض مراكز البحث ومخابر البحث، خاصة وكذلك بعض الأرضيات التقنية في بعض الأحيان معامل قادرة على تصنيع وترجمة هذه البحوث العلمية إلى منتجات حقيقية تسوق سواء داخليا أو خارجيا.
ربما حجم الإنتاج مقارنة بالمصانع الكبرى يختلف، ولكن هذا هو الهدف. المرحلة الأولى المرور إلى تصنيع هذه النماذج وعقد شراكات مع المصنعين الكبار لتسييدها والميدان وتسويقها مباشرة. الأمر آخر وهو ما يخفاش عليك أنه السنة الماضية تم تسجيل أكثر من 1600 براءة اختراع، وهذا رقم عدد كبير مكن الجزائر من احتلال المرتبة الثانية إفريقيا في مؤشر الابتكار التابع وهذا التصنيف البحث عن الريادة. بالفعل، ونحن على بعض الخطوات كان يفصلنا مع صاحب المرتبة الأولى 10 براءات اختراع فقط. هذا ممكن تحقيقها بالفعل، لأنه السنة الماضية كان عدد الأفكار المسجلة في ضمن قرار 1275 اللي هو قرار مؤسسة شهادة جامعية براءة اختراع ومؤسسة ناشئة، كان في السنة الأولى 400 فكرة، السنة الماضية 11,000 فكرة، والهدف هذه السنة نتجاوز عتبة 30,000 فكرة اللي من هذه يمكن ترجمتها إلى مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغيرة. هل هناك مرافقة بالفعل مادية لهذه المشاريع؟ قبل المرافقة المادية فيه المراقبة التقنية حتى تنضج فكرة من خلال إيجاد ما يسمى بمراكز تطوير المقاولة وحاضنة الأعمال. فيه اليوم أكثر من 115 حاضنة أعمال وأكثر من 109 مركز تطوير المقاولة، والأستاذ رواسكي هو بصفته رئيس مؤسسة جامعية يمكن الحديث في أكثر عن هذه المرافق، وحنا في وزارة التعليم العالي نسميها بالوجهات الاقتصادية. ولكن قبل الحديث عن الوجهات الاقتصادية فيه أمر آخر اليوم، فيه نمط جديد وهو تجربة جديدة تأخذها مؤسسة جامعية، وربما لأول مرة سوف يكون المشاهد الكريم على علم بهذا أنه فيه تجربة التكوين المتناوب. التكوين المتناوب وهو تجربة فريدة من نوعها جديدة، هو ضمن شبكة موضوعاتية مشكلة من 10 جامعات تم استعداد تكوين مسار في ما يسمى بتكنولوجيا صناعة السيارات مع مصنع في البداية كانت مغامرة، مش ما كانت مغامرة، لأنه جميع الخطط والمشاريع اللي تقودها وزارة التعليم العالي مبنية على خطة علمية مدروسة جيدا جدا، خاصة أنه فيه خبراء وفرق عمل تعمل ليل نهار على جعل من هذه الفكرة. واليوم السر من وراء اختيار السيد الوزير المحاضرة الافتتاحية للجامعة الجزائرية وصناعة الممكن لم يأتي من العبث، وإنما هذه قناعة وثقافة تتمتع بها الوزير بصفته المسؤول الأول على القطاع، وكذلك جميع منتسبي قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم المنطق والمبدأ العلمي هما مؤشران وعاملين أساسيين في جميع الدراسات. إذن هذه المشاريع ربما اسمحت لي مجال الخطأ فيها صفر ولا لأنه عملية ولا تحمل عنصر المفاجأة، ما فيهاش عن مفاجأة، لأنه في كثير من الحالات هي ربما فيها عملية منطقية، عملية رياضية حسابية دقيقة جدا. ربما سوف نعلل ذلك. فيه اليوم هذا التكوين، مسارات التكوين في صناعة السيارات مع الشريك واللي هو إيطالي شركة فيات بوهران. هذا التكوين راح يكون في مسارات مهنية ليسونس وماستر مهني يحقق لهؤلاء الطلبة التوظيف المباشر، الجانب النظري في الجامعة والجانب التطبيقي مباشر في معاه، مش فقط في هذه الجانب صناعة السيارات، ولكن حتى الصناعة النسيجية التي أصبحت تعرف تطور، خاصة في ولاية غينيزان تم جميع استجابت كذلك لهذا الأمر، مع شريك كذلك. حتى شركة توسيال مسؤولة على صناعة الحديد، شركة الحديد كذلك تربطها شراكات قوية مع الجامعة وكذلك. واليوم الجديد أصبح بإمكان هؤلاء المصنعين والمتعاملين الاقتصاديين طرح بعض العروض التكوين للجامعة مع فرق التكوين في الجامعة، يتم بلورة هذه الأفكار وهذه التكوينات حتى تكون في صالحنا، لأنه اليوم الجامعة فيه متغيرات كثيرة وسوق الشغل أصبح فيه متغيرات كثيرة، والجامعة الجزائرية تستجيب لهذه المتغيرات. اليوم الجامعة الجزائرية جامعة أصبحت جامعة التمكين، جامعة خريجيها هم مستعدون لما يسمى بمهني الغد. وربما سوق الشغل أصبح يتطلب يد عاملة متخصصة. أستاذ خالد، ربط الجامعة بالاقتصاد رؤية جديدة للتعليم، ما الذي حققته جامعة الجزائر 3 في هذا الموضوع؟ شكرا على هذا السؤال. نظن فيما يخص دور الجامعة في التنمية الاقتصادية وفي الحياة الاقتصادية،
أولا عرفنا المرحلة الأولى تقريبا منذ سنتين هي إعادة هيكلة دور الجامعة بالمفهوم النظري وبالمفهوم العملياتي فيما يخص تكوين وترشيح الجامعة للعب دور أساسي خلال المرحلة القادمة في التنمية الاقتصادية، حيث لأول مرة في تاريخ الجزائر تم إحداث مراكز دعم المقاولاتية وواجهات الجامعة ككل، تقريبا 7 واجهات تدور حول مراكز الدعم المقاولاتية والحاضنة ككل، ما فيها مكتب بحث عن وظيفة وغيرها من كل الواجهات. عرفت مراكز الدور المقاولاتية نشاط كبير على مستوى كل جامعات الوطن، 125 مؤسسة جامعية وكذلك حاضنة الأعمال. لأول مرة يجب إبراز نقطة مهمة، لأول مرة أصبح التموين المؤسسات الصغرى يمر حتميا عبر التكوين في الجامعة، أي أصبحت الجامعة هي المانح الأساسي لتموين المؤسسات المصغرة، وهذا بعد تكوين الطلبة سواء كانوا جدد أو قدامى في دورات مكثفة من خبراء اقتصاديين حول كل محاور ما يعنى بالمؤسسة الاقتصادية، حتى تقريبا ننقص من خطر عدم نجاح المؤسسات المصغرة على مستوى الجزائر. قامت الوزارة الوصية بمجهود جد معتبر، مثلا على مستوى جامعة الجزائر 3 بعد هيكلة مركز دعم المقاولاتية، حيث تم تجهيزه بكل الوسائل وبكل قاعات التدريس وقاعات التكوين. عرفنا لحد الآن نحن في الدورة الثالثة نشهد إقبال جد كبير. الدورة الأولى عرفت تكوين 34 حامل مؤسسة مصغرة، مشروع مصغر من خبراء، تقريبا كلهم وضعوا ملفاتهم وترشحوا للتموين. نأمل أن 34 مشروع يحصل على التموين المالي من المؤسسات المانحة ما يعادل 34 مليار سنتيم، هو رقم جد مهم. لا حاليا نحن في فترة التكوين الدورة الثالثة تعرف تقريبا 200 طالب بمختلف أطوارها عبر مختلف السنوات وعبر مختلف المؤسسات الجامعية. هذا ما يعادل قدرة استثمارية إذا إن شاء الله تحصلوا على التموين تعادل 200 مليار سنتيم، وهي إذا جمعنا كل هذه الأرقام على مستوى كل مراكز الدور المقاولاتية نجد أن هناك رقم ضخم جدا تساهم به الوزارة الوصية في دفع عجلة التنمية. هذا رقم يجب إبرازه وتسليط الضوء عليه. النقطة الثانية التي نطمح إلى تحقيقها تماشيا وأهداف الوزارة الوصية التي سطرتها خلال هذا الدخول الجامعي إلى جعل الجامعة في صلب التنمية الاقتصادية بخلق مؤسسات فرعية، وقد انطلقت أظن مختلف الجامعات على مستوى الوطن في هذه المرحلة. على مستوى جامعة الجزائر 3 نحن في الرتوشات الأخيرة من أجل بعث المؤسسة الفرعية الخاصة بجامعة الجزائر تهتم بالاستشارات الاقتصادية والتكوين. حاليا جامعة الجزائر 3 تحوز على قدرة استثمارية تقدر ب50 مليون دينار، هي نتائج الأنشطة الخارج الميزانية اللي تعادل 60% من أنشطة خارج الميزانية. هذا سوف يتم توجيهها مباشرة إلى المؤسسة الفرعية لدعم أنشطة المؤسسة الفرعية. إذا سمحت لي أنه 50 مليون دينار باللغة 5 مليار سنتيم كمساهمة من المؤسسة الفرعية، معناها ممكن ندخل في مشاريع استثمارية تعادل 50 مليار سنتيم. إذا كان هناك شراكة بنسبة 50% معناها 100 مليار دينار، 20% المساهمة الأولية، معناها نوصل أننا مستعدين لدخول مجال استثماري يعادل 50 مليار سنتيم كمرحلة أولى. نطمح إلى رفع سقف القدرة الاستثمارية لجامعة الجزائر 3 من خلال مؤسسات فرعية أخرى. حاليا على مستوى مجلس الإدارة لجامعة الجزائر 3 تم اعتماد مشروع أكاديمية التكوين الرياضي العالي على مستوى جامعة الجزائر 3 مع شريك أتحفظ على ذكر اسمه لأننا في مفاوضات إن شاء الله حتى نكمل. سوف تكون عندها إضافة قوية جدا في الساحة الرياضية، في ساحة التكوين لكل مختلف الشرائح الرياضية، مدربين، حكام بمختلف التخصصات. كذلك تم برمجة بعث مؤسسة فرعية على مستوى كلية الإعلام والاتصال، سوف تهتم بكل ما هو الشأن الذي إعلامي واتصالي وميديا.
خاصة أن كلية الإعلام والاتصال تدعمت حديثا يعني تقريبا بنسبة 90% باستوديوهين للتسجيل من الطراز العالي، تجهيزات تقنية. معناها إن شاء الله مع تنفيذا لتعليمات السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ البروفيسور كمال البداري، جامعة الجزائر 3 رفعت التحدي، وبإذن الله مع نهاية السنة الجامعية الجديدة نكون قد بعثنا 3 مؤسسات فرعية بقدرة استثمارية تصل إلى 150 مليار سنتيم إن شاء الله. أرقام مفرحة وتبشر بالخير، وكما قلت لغة جديدة على مسامع المشاهدين. صحيح ومبشرة بالخير، وكما قلت لك منذ قليل أن الوزارة الآن تتحدى في نفسها. تحدي آخر نجحت فيه أيضا وزارة التعليم العالي، وهي محور الرقمنة، خطوة عملاقة في هذا المجال. تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة رائدة في رقمنة مختلف الخدمات، كما تفضل الزميل والأستاذ والأخ بروفيسور رواسكي، أنه وزارة التعليم العالي استكملت رقمنة جميع خدماتها على مستويين الأفقي والعمودي. اليوم مش فقط الجانب البيداغوجي مرقما، حتى جانب الخدمات، واستفدنا من هذه الخدمات كما قال السيد الرئيس في لقائه الدوري مع الصحافة. الرقمنة تعطينا الأرقام الحقيقية الفعلية. صحيح. وعلى سبيل المثال باستعمال الرقمنة في جانب الخدمات تم اقتصاد فقط في جانب الإطعام 1400 مليار سنتيم بعد سنة، رقم كبير جدا بعد سنة فقط من استعمال الرقمنة. في جانب النقل تم اقتصاد ما يفوق 200 مليار سنتيم. إذن لك سيدي أن تتخيل ها هي أهمية الرقمنة. مش فقط هذا من جانب المالي والاقتصادي، من جانب آخر وهو تسهيل الحياة اليومية لمختلف منتسبي قطاع التعليم العالي، سواء من أساتذة وباحثين طلبة أو حتى موظفين تقنيين، لأنه للسنة الثانية على التوالي نرى تسجيل عن بعد بصفر ورقة. هذا من جانب لم يتنقل الطالب لأي مؤسسة جامعية لإتمام أو للقيام بعملية التسجيل، سواء تسجيل أولي أو تسجيل نهائي. صورة أخرى من الصور الإيجابية للرقمنة هذه السنة، وصديقي عبد الملك نحن من جيل كنا للاستفادة من المنحة كنا مجبرين لتقديم ملف فيه 11 وثيقة متعبة كانت متعبة، ولكن هذه السنة بفضل استعمال الرقمنة الطالب للاستفادة منها هو مدعو لتقديم وثيقة واحدة، وهي كشف راتب الوالدين، وبهذا يكون استفاد من المنحة مباشرة. جانب آخر السنة الماضية باستعمال الرقمنة وعصرنة الخدمات المقدمة للطلبة، هذه السنة سوف يستفيد ما يقارب أو ما يتجاوز 4 مليون طالب بخدمة النقل بالترام والمترو، وهي هذه الخدمات في 7 ولايات اللي فيها هذه شبكات النقل. إذن السنة الماضية كان 150 ألف طالب استفادوا من هذه الخدمة، هذه السنة سوف يتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة أكثر من 250 ألف طالب، أي 4 مليون طالب. إذن لك أن تتخيل هذه. بالإضافة إلى الرقمنة نحن نعمل على مشروع، وهو مشروع إدخال التراث المادي لمختلف الإقامات والهياكل الخدماتية ليتمكن ابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله للطالب عند حجز الغرفة الإيواء يمكنه معرفة الإقامة، مش فقط الإقامة التي يقوم بها، وإنما الغرفة وحتى الجناح الذي سوف يقيم فيه. هذه خطوة أخرى تضاف للإنجازات والمكاسب اللي حققها وزارة التعليم. تحدي جديد. نحن في الخطوات والرتوشات الأخيرة لإتمام هذا المشروع. الإقامة موجودة، ولكن التراث حتى يتمكن الطالب من معرفة الجناح ورقم الغرفة اللي راح يقيم فيها في السنة الجامعية اللي يكون مسجل فيها، سوف تكون متاحة إن شاء الله ابتداء من الموسم الجامعي المقبل إن شاء الله. في تكوين اللغة الإنجليزية مهمة جدا. ماذا حققت جامعة الجزائر 3 في مجال التكوين باللغة الإنجليزية؟ شكرا. هذا السؤال هو سؤال جد مهم، إذ تعتبر اللغة الإنجليزية نافذة على العالم الخارجي والعالم الدولي، هي لغة العصر، هي لغة العلم. عكفت جامعة الجزائر 3 تنفيذا تعليمات الوزارة الوصية على دعم التكوين باللغة الإنجليزية.
في جامعة الجزائر 3 كان لنا تجربة السنة الماضية، وهي تجربة تقريبا فريدة على مستوى كل جامعات الوطن، إذ اخترنا نموذج المجموعات الخاصة تمشيا وخصوصية جامعة الجزائر 3. لأول مرة في تقريبا تنفيذا للإصلاحات الاستراتيجية التي عكفت عليها الوزارة الوصية، تم تخصيص مجموعات للدراسة باللغة الإنجليزية كبرنامج كامل في كليتين، كلية الإعلام والاتصال وكلية العلوم الاقتصادية. لأول مرة في تاريخ الجزائر سوف نشهد السنة المقبلة تخرج صحفيين ناطقين باللغة الإنجليزية، وهو إنجاز مهم جدا على مستوى الجامعة الجزائرية لم يتحقق من قبل. مسار تكوين كامل باللغة الإنجليزية، تكوين كامل باللغة الإنجليزية لكل المواد ولكل المقاييس. ونلاحظ أن نقطة مهمة جدا في التكوين، إذ أن التكوين يحترم المعايير الدولية للتكوين، إذ 100 صحفي الغد الناطق باللغة الإنجليزية يكونهم 57 أستاذ، كلهم حاصلين على شهادة الكفاءة الدولية مستوى العالي B2A+، حتى أن كل الطلبة خضعوا لامتحان اللغة الإنجليزية، تقريبا كلهم أكثر من 85% متحكمين بشكل ممتاز في اللغة الإنجليزية. كذلك على مستوى كلية الاقتصاد كانت ذلك تجربة السنة الماضية تقريبا كمجموعات خاصة في مهن الغد. مهن الغد تحتاج إلى طالب الغد متحكم في اللغة الإنجليزية وفي التكنولوجيا. فتحنا تخصصات مثل الفاينتك، الفينانس والتكنولوجيا وغيرها، تماشيا مع التوجه الجديد، خاصة مع صدور المرسوم الجديد الذي ينظم مهنة المستشار في البورصة. يعني الآن هذم المتخصصين في الفاينتك بإمكانهم مباشرة بعد نهاية التكوين على مستوى الجامعة يفتتحوا مكتب لمستشار على مستوى البورصة ويمارس استمسار بين قوسين على مستوى البورصة ويمارس مهامه بشكل عادي. احترمنا أن التكوين يلبي الجانب الأكاديمي ويلبي الجانب المهني كذلك لمهن الغد. هذه نعتبرها نقطة مهمة. كانت السنة الماضية في حدود 5% من إجمالي عدد الطلبة على مستوى ليسونس الكليتين فقط اللي خضعوا للتكوين. الآن هذه السنة سجلنا 17% كطلب على مستوى الليسونس بالنسبة ل4 كليات. معناها ال4 كليات سوف يتم افتتاح فيهم مجموعات خاصة للتكوين باللغة الإنجليزية كبرنامج كامل متكامل. كذلك كتجربة نوعية تم افتتاح على مستوى الماستر واحد بكلية الاقتصاد. عندنا 4 تخصصات كذلك التكوين كامل متكامل باللغة الإنجليزية. كل المعايير الدولية تم احترامها، يأطرهم أكثر من 400 أستاذ، 200 أستاذ على مستوى كلية الاقتصاد و200 أستاذ متوزع على كل مختلف الكليات الأخرى. نطمح إن شاء الله في القريب على مدى المتوسط بعد سنة إن شاء الله إلى أن نصل إلى المعايير الدولية، أنه على الأقل 50% من البرنامج الأكاديمي يكون بلغة الإنجليزية تماشيا وكل الجامعات العالمية، و50% يتم باللغة الوطنية، وهو قابل للتحقيق إن شاء الله. أفضل الاستثمار أن تستثمر في العنصر البشري. ضيوفي الكرام، سنواصل النقاش بعد هذا الفاصل. شكرا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ومرحبا مرة أخرى بضيوفي الأعزاء. أعود إليك سيد عبد الجبار داودي. في وقت سابق كان الحديث على أنه الطالب الجزائري لما يتكون وينزل إلى سوق العمل يجد صعوبات، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى احتكاك، تكون الكفاءة ليست عالية وليست موجودة، وكانت العلة أنه نقص التكوين وأن الجامعة لا تكون جيدا. كيف يمكن أن نتفادى هذا مع هذا الجيل الجديد؟ كيف يمكن أن نقدم لسوق العمل طالب جاهز لما ينتهي من التكوين تاعه مباشرة يبدأ في سوق العمل؟ ربما الإجابة تاعي ربما راح تستغرب فيها. نحن تجاوزنا التفكير في هذا الأمر، لأنه جيد. الطالب اليوم لم يعد طالبا لمنصب الشغل، وإنما هو خالقا للثروة. نعم. وهذا التغير التام وكامل في ذهنية الطالب اليوم. عملنا على تعزيز الثقافة المقاولتية لدى الطالب في السنتين الماضيتين، وهذه السنة نعمل على تعزيز القدرات والمؤهلات والمكتسبات المقاولتية لدى الطالب، لأنه
مرحلتين وطورين مختلفين تماما بعد زرع وغرس الفكر أو الثقافة المقاولاتية. اليوم مرينا إلى تقوية هذه المكتسبات والقدرات المقاولاتية للطالب، لأنه الطالب اليوم أصبح خالقا للثروة من خلال إنشاء مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة. ربما الإجابة لهذا اليوم فيه يعني الطالب هو صاحب مشروع وهو خالق للثروة. أمر آخر، ربما كنا من الجيل الذي لم يكن محظوظ بمتابعة ومزاولة الدراسة وإنشاء مقاولة أو مؤسسة. هذه المرافقة لم تكن. لا. مش فقط مرافقة، فيه قرار اليوم يسمح للطالب وهو طالب بإنشاء مؤسسة اقتصادية مقاولة. هذا لم يكن ممكنا في السابق، لم يكن متاحا. لم يكن متاحا وممكنا. اليوم بفضل هذه الترسانة القانونية الجديدة وفيه مجموعة من التحفيزات سواء الجبائية إلى غير ذلك لصالح هؤلاء الطلبة المقدمين على إنشاء مؤسسات الناشئة أو مؤسسة مصغرة بفضل القانون، بفضل تطبيقه أيضا. أحيانا التطبيق يكون غير موجود في بعض القطاعات. بالفعل اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ربما من مؤشر النجاح، خاصة في الالتزامات السابقة في العهدة السابقة للسيد الرئيس تم تطبيقها كاملة، خاصة أن تم تخصيص تعهد 41 في العهدة السابقة لوزارة التعليم طبقناه 100%، كان فيه موجود 9 بنود تم تطبيقها كليا وحرفيا. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كذلك في العهدة السابقة طبقت جميع برنامج عمل الحكومة المتخصص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. اليوم هذه الحركية والديناميكية التي يجدها قطاع التعليم العالي لم تأتي من فراغ، وإنما في عمل وجهد كبير يتم بذله من طرف مختلف مكونات الأسرة الجامعية للرقي بالمؤسسة الجامعية وإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية. لأنه اليوم الدور المنوط بوزارة التعليم العالي وبالخصوص بمؤسسات تعليمية وبمنتسبي خاصة الأساتذة والباحثين والطلبة أصحاب الأفكار الإبداعية هم الحلقة القوية والرقم الصعب في هذه المعادلة الاقتصادية. الدولة تعول كثيرا على هذه، والسيد الرئيس يوم تأديته اليمين الدستورية الهدف وهو إنشاء 20,000 مؤسسة ناشئة. سوف يكون حظ الكبير منها للطلبة والجامعة الجزائرية. طيب أستاذ خالد، ما الذي فعلته جامعة الجزائر 3 من أجل أن تجعل الطالب في يوم تخرجه جاهز لسوق العمل أو جاهز لإدارة مشروعه الخاص؟ شكرا على هذا السؤال. يعني كما قال الأستاذ عبد الجبار أنه الجامعة الفكر الجديد في مستوى الجامعة هو فكر ابتكاري، فكر مقاولتي. أولا الجامعة بتوجهها الجديد بالإصلاحات الجديدة الشاملة هي خلق طالب مقاولتي، طالب يخلق الثروة. هذا أهم نقطة. النقطة الثانية أنه طبعا المجتمع والطبقة الشغيلة بين قوسين مش راح تكون كلها حاملي مشاريع، مش راح تكون كلها أصحاب مشاريع، كاين مناصب اللي تحتاجها كل المؤسسات. الآن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استبقت الأحداث راهي مع السرعة القصوى. نتمنى أنه كل القطاعات اللي تمشى مع وزارة التعليم في الجانب التشريعي تصل إلى السرعة القصوى اللي تمشي بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المفهوم الجديد اللي عكفت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الشهادات مزدوجة الكفاءة والشهادات مزدوجة الدبلوم. لماذا شهادة مزدوجة الكفاءة ومزدوجة الدبلوم؟ مثلا لما نقول أنه طبيب وفي نفس الوقت متحكم في التقنيات الحديثة، الذكاء الاصطناعي، متحضر على ليسانس الذكاء الاصطناعي، هذا الطبيب راح تسمح له هذا التكوين الخاص والفائق الدقة أنه يقتحم سوق العمل الدولية، أنه يقدر يمارس مهنة الطب من بيته في الخارج. نعطي لك أرقام وأنا متخصص في الإحصائيات أنه كثير من المهن اللي مطروحة حاليا في السوق الدولية تتم عن بعد. الآن تقدر تدخل في الانترنت تلقى أنه مطلوب فحص طبي ولا طبيب يزاول مهنة طبيب عن بعد بمعدل تقريبا 1000 يورو يوميا، 1000 يورو يوميا، يعني مع 30,000 يورو شهريا معناها. وهذا عن بعد هي مفتوحة لكل الدول لكل الكفاءات. وزارة التعليم العالي استبقت كل الأحداث، دخلت مفهوم الشهادات المزدوجة والشهادات المزدوجة الكفاءة لتمنح الطالب الغد إن شاء الله قوة لدخول سوق العمل أو تكوين، عنده الخيار تكوين مؤسسة اقتصادية مصغرة أو مؤسسة ستارت اب، وكذلك تسمح له باش يولج السوق العمل الدولية. مهم جدا أنه طلبة الجزائر يكون عندهم فكر مربوط بالسوق العمل الدولية، لأنه السوق المحلية ما بقاش
تستوعب عدد كبير من مناصب العمل. ما زال الفكر هو متجه نحو الوظيفة العمومية، ولكن فيه فرص دولية من البيت تاعو يقدر يدخل يعني مدخول أحسن 10 أضعاف من الحد الأدنى للأجور. الآن راه الاتجاه العام ربما تغيب ربما الإحصائيات فقط، يجب تقنين هذا المجال. أنا أظن أن الجامعة الجزائرية عندها دور كبير جدا في الرفع من القدرة الشرائية حاليا للأسرة الجزائرية، لأنه كثير من الخريجين على مستوى المدارس العليا يزاولوا المهنة نتاع الأعمال الحرة فريلانس، ولكن غير مهيكلين وغير مدرجين إحصائيا. ولكن هذه إضافة الجامعة في سوق العمل خاصة في السوق الدولية، راهم يدخلوا مداخيل ويعاونوا بها الأسر تاعهم. إضافة كبيرة صحيح وخالقة للضرر. سيد عبد الجبار داودي، ما هي القطاعات اليوم التي يجب أن تكون في مستوى عمل وفي مستوى مردودية وتحدي وزارة التعليم العالي من أجل أن تكون المرافقة ومن أجل أن يكون الطالب كاملا من كل الجوانب؟ اليوم نشهد فيه تكامل وتضامن بين مختلف القطاعات الوزارية، لأنه الرؤية هي رؤية واحدة من أعلى الهرم في تجديد وتطبيق برنامج عمل الحكومة ضمن رؤية وبرنامج الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية. ونحن نعمل جاهدين مع الخيرين في مختلف القطاعات الوزارية من أبناء هذا الوطن على تطبيق هذه التوصيات حتى تكون ثمارها واضحة على أرض الواقع. السرعة اليوم أصبحت التي تسير بها قطاع التعليم العالي مرفوقا بالقطاعات، واليوم نتحدث عن تبني هذه الأفكار. نعم، سوف أعطيك بالبرهان والدليل. كان فيه السنة الماضية تبنت مختلف القطاعات الوزارية وهم عددهم 11 قطاع 39 مشروع بحث وطني ممثلين هذه القطاعات الوزارية في مؤسسات وطنية كبرى. تم تبني هذه الأفكار وهذه المشاريع وترجمتها. اليوم عندما يتحدث السيد رئيس الجمهورية على أنه القائمين على المحطات تحلية المياه واللي هي جزء هام في استراتيجية ضمان الأمن المائي للدولة هم خريجي الجامعة الجزائرية، ربما محطة تحلية المياه محطات وهياكل تابعة لوزارة الموارد المائية اليوم في عمل مشترك مع قطاع وزارة الموارد المائية. تحدث عن الطاقة ونحدث اليوم عن توربينات كذلك تم تطويرها في مخابر، والأيادي والعقول هي جزائرية وخريجية الجامعة. نتحدث على سبيل المثال عن البيئة، وربما أصدق مثال وهو حينما أسدى السيد الرئيس في مجلس الوزراء تعليمة وتوصية خاصة لشركة سونالغاز باقتناء ما يعرف بكشفات غاز أكسيد الكربون، ودعا شركة سونالغاز بالتعاون مع الشراكة مع الجامعات ومخابر البحث، وهذا مع عملية تعليم مخابر البحث بتوفير هذه الكشفات وأجهزة الكشف عن التسربات الغازية، وكانت تجربة ناجحة جدا ورائدة. جانب آخر اليوم فيه مخبر، واليوم نتحدث عن مركز البحث في النواقل ونصف النواقل الموجود بالحراش، عمل على تطوير بطارية الليثيوم وكذلك بطارية تخزين هذه الطاقة. كذلك وزارة الطاقة كانت سباقة في تبني هذه المشاريع، مشاريع عدة. اليوم ربما ما لا يعلمه الجميع أنه فيه استراتيجية وطنية لتطوير إنتاج الحبوب بالصحراء وبجميع المناطق الزراعية. أشرف على تطوير هذه الاستراتيجية ووضع حيز الخدمة مجموعة من الأساتذة والباحثين مختصين في الجانب الفلاحي التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جانب آخر الصناعة كذلك والصناعة الصيدلانية، فيه تخصص ومسارات لتكوين الصناعة الصيدلانية، وأول مرة في الجزائر نشهد ماستر في الصيدلة الصناعية، وكذلك في عديد التخصصات الأخرى. جميع القطاعات الوزارية اليوم تعمل بتناغم وانسجام كامل وتام مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أولا، وهذا الذي هذا هو في مصلحة، لأنه الهدف هو واحد: تحسين وتقديم رفاهية للمواطن الجزائري بالدرجة الأولى. نعم، وتحسين المردود لدى العنصر البشري. طيب أستاذ خالد، ربما وصلنا ختام البرنامج، ما الذي يعد به مدير جامعة الجزائر 3 الطلاب الجدد والطلاب الذين سيتخرجون هذه السنة؟ شكرا كثيرا على الاستضافة وشكرا على السؤال.
أولا نتوجه بالتهاني لكل طلبة جامعة الجزائر 3 باعتباري ممثل جامعة الجزائر 3. نعد إن شاء الله طلبة جامعة الجزائر 3 أن الدخول الجامعي بإذن الله سوف يكون ناجح على كل المستويات، تماشيا والتحديات التي قطعتها جامعة الجزائر 3 لتحقيق كل الأهداف التي وضعتها الوزارة الوصية، سواء في الوصول إلى جامعة من الجيل الرابع على الأقل مع نهاية السنة، على اعتبار أن جامعة الجزائر 3 من بين 23 جامعة مرشحة للوصول إلى لابل تاع جامعة من الجيل الرابع. نعد كذلك طالبة جامعة الجزائر 3 أنه سوف تكون هناك سلاسة في العمل البيداغوجي والعمل الإداري والعمل كذا، تطبيقا لما قطعته وزارة التعليم العالي على مستوى الرقمنة. معناها الرقمنة سوف تكون مجسدة 100% على مستوى جامعة الجزائر 3 كما هي مجسدة على مستوى القطاع، هذا تماشيا مع الاستراتيجية الإصلاحية للقطاع. نعد كذلك طلبة جامعة الجزائر 3 أنه الدور المقاولتي على مستوى جامعة الجزائر 3 سوف يكون باعث للتكوين، باعث للثورة الثروة، ويكون له دور في التنمية الاقتصادية بتكوين عدد كبير من خريجي جامعة الجزائر 3 سواء الحاليين أو القدامى. هذه الأهداف الأربعة التي تكلم عليها السيد معالي الوزير والتي رسم من خلالها المعالم المرحلة القادمة إن شاء الله على المدى المتوسط. نرجو لكم توفيق. أستاذ خالد، أستاذ عبد الجبار، ما هي هدية الوزارة هذه السنة للطلبة؟ ربما فيه الكثير من المفاجآت السارة للطلبة، فيه كذلك بعض القرارات اللي راح تسر إن شاء الله طلبة وكذلك منتسبي القطاع. إن شاء الله الأيام المقبلة إن شاء الله كفيلة على كشف هذه الأمور الإيجابية. شكرا لك مرة أخرى أستاذ عبد الجبار، ومرة أخرى أستاذ خالد. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام اليوم من برنامج متابعات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.